لو الشخص التوكسيك دايما بيتشد ليك او دايما بتبقى انت اختياره الاول، يبقى الفيديو ده ليك. الحقيقه ان الشخص التوكسيك مش شخص عشوائي، الحقيقه انه دايما بيختار ضحاياه بعنايه، ليه اشخاص معينه وانماط شخصيه معينه كده بيختارها بعنايه لانهم بيمثلوا له الملعب المثالي. الناس الطيبة زيادة عن اللزوم، الناس المتعاطفة زيادة عن اللزوم، الناس الجيفر اللي بيدوا أكتر ما بياخدوا، الناس اللي طول الوقت بيحاولوا يبرروا للآخرين تصرفاتهم الخاطئة، دي أكتر ناس ممكن تشد حد توكسيك. غريب إن الشخص التوكسيك دايما بيدور على منقذ، الحقيقة إنه مش علشان ينقذه من اللي هو فيه، بالعكس ده هو عايز يعتمد عليه. الأشخاص دي أكتر ناس ممكن تشد الشخص التوكسيك. دايما خليك فاهم إن طاقتك الجاذبة للشخص التوكسيك هي طاقة المنقذ. تاني نوع الأشخاص اللي حدودها غايبة، الأشخاص اللي ما بتحطش حدود واضحة كده وخط لتجاوزات الآخرين. الحقيقة إن الأشخاص دي دايما بيبقى عند التوكسيك فكرة عنهم أو تكوين رأي عنهم إن هم سهل جدا يسامحوه مهما غلط. الحقيقة إن التوكسيك بيشوف تسامحك ده كأنه إشارة ترحيب ليه. الشخص اللي ما بيغريش التوكسيك الشخص المتوازن، الشخص اللي عنده حدود واضحة، الشخص اللي عارف هو بيعمل ايه ويتلقى ايه من الاخرين، ده اكتر حد ممكن التوكسيك يبعد عنه، لانه ما بيعرفش يمارس العابه النفسية عليه. علشان كده لازم تبقى فاهم ان التوكسيك ما بيشدش للناس اللي زيه، التوكسيك بيدور على حد عنده طاقة عشان يعرف ينهبها. لو لقيت دايما اختياراتك او دايما الناس اللي بتختارك لشخصيات التوكسيك دي، تأكد انه مش هو السبب، الحقيقة ان السبب الطاقة اللي عندك اللي هو بيدور عليها. الحدود الواضحة، عدم التبرع بطاقتك للآخرين، دي اكتر حاجة هتحميك من ناهبي الطاقة. الحقيقة ان الشخص التوكسيك عارف هو بيعمل ايه وعارف هو رايح لمين، ما تبقاش انت الضحية دايما. خليك منتبه جدا لطاقتك ولحدودك علشان تقدر تميز ما بين الشخص التوكسيك وبين الشخص السوي اللي يستهلك فعلا. انا نرمين هيكل، ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي تغير.